ويا ريت تطمنا على هذا اليوم والاوضاع عند حضرتك. اتفضل يا سعاده اللواء. والله انا بكلم حضرتك وانا في شارع البحر في قلب الاحداث. هو فوجئنا باكثر من 3000 شخص تجمعوا عقب صلاه الجمعه مباشره، حاولوا التعدي على القوات اللي موجوده لتامين مبنى محافظه الغربيه ومبنى مديريه الامن، فتصدينا لهم باستعمال الغاز. لغايه دلوقتي لا نستعمل الا الغاز وطلقات الفشنك وطلقات صوت فقط، وهم بيضربوا خرطوش وبيضربوا وبيضربوا مولوتوف وبيضربوا طوب، واللي بيتقال على قناه الجزيره ده غير صحيح بالمره تماما. وهات لي واحد مصاب بطلقه من عندنا، احنا لم نصب احد، وهم هجوم مكثف من جميع الجهات بالطوب والمولوتوف والخرطوش، لدرجه ان الاهالي بتطلب مني تنفيذ البيان اللي صادر من وزاره الداخليه ان انا اتعامل بالذخيره الحيه، ولكن انا رفضت حتى الان حفاظا على ارواح المواطنين. فارجو ان الحقيقه تظهر تماما امام الشعب، وهؤلاء المجرمين اللي عايزين يخربوا البلد نحن سوف نتصدى لهم بكل الاساليب، ولكن احنا حريصين كل الحرص على الدماء المصريه. طيب. وعلى دماء الشباب المغرر به. صحيح. طيب وان شاء الله الامور تحت السيطره. ولن اسمح اطلاقا لاقتحام اي منشاه من المنشات الشرطيه او التعدي عليها، ان شاء الله باذن الله بعون الله ومسانده شعبنا العظيم. تمام يا سعاده اللواء. طيب سعاده اللواء، هم يعني بس عشان نوصف المشهد ونضحد اي اكاذيب ممكن تقال، هم في مسيرتهم وقفوا قدام المحافظه ولا جايين عشان يقتحموا مبنى المحافظه؟ طيب دي كانت الكلمه الواضحه من سعاده اللواء حاتم عثمان مدير امن الغربيه، بيقول ان 3000 من مؤيد المعزول جايين بيحاولوا يقتحموا المبنى، وانه بيتصدي ليهم قوات الشرطه بعدم استخدام اي ذخيره حيه لم تستخدم، وهم بالنسبه لهم استخدامهم